مساء الخير عليكم يا حبايبي. هنعمل مع بعض النهاردة غدا لفردين، عبارة عن وراك مشوية ورز أصفر جميل كده زي ما انتوا شايفين، اللهم صل على سيدنا محمد، وشوربة وطماطم مخللة. بس كده غدوة بسيطة بس جميلة. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين شكل الوراك مشوية تحفة، ومشوية لا بفحم ولا بأي حاجة، مشوية في البوتاجاز في الفرن، يعني عادية جدا، بس طعمها والله خرافة، أحلى من اللي هتجيبوها من المحلات. والكين زي ما انتم شايفين كده، وشوية طماطم على بصل على فلفل على توم. البهارات بسيطة قوي، حطي زي ما انت عايزة. انا حاطة ماجي مع فلفل اسمر مع بهارات مع ملح مع واحد قلت الماجي. هنا الفلفل مع البصل مقطعاهم كده مع التوم مع الطماطم، حته تتبيله تحفه. عصرت عليها نص ليمونه، ومهمه قوي الليمونه ديت بتوديها في حته تانية والله بجد، بتخلي طعمها تحفه. اللهم صل على سيدنا محمد. دولت كمان معلقتين كده من الزيت، او 3 معالق كده من الزيت، معلقتين من الخل، واخر اضافه هنحطها معلقه كبيره من العسل الاسود. العسل الاسود ده بدل الصويا صوص، بجد بيوديها في مكان تاني خالص. البهارات اللي قلنا عليها هننزل بيها، والبهارات اللي انت عايزه تحطيها حطيها، بجد البهارات يعني هتخليها تحفه. اللهم صل على سيدنا محمد. نضربه بقى جامد 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 لحد ما ينعم مع بعض جدا. شايفين منظره شكله ايه. كمان انا ما كانش عندي بابريكا، لو عندي بابريكا كمان كانت هتدي لون احمر اغمق عن كده، فكان هيبقى تحفه. بقطع الفراخ كده عشان انا عايزه الخلطه دي تنزل، او التتبيله دي تنزل في كل حته منه، يعني بقطعه كده من كل حته عشان يبقى من جوه طعم كده ولذيذ، ويبقى متشرب من التتبيله كويس. إيه لو سبتيه في التتبيله ديت يوم كده، يعني عملتيه بالليل وسبتيه لحد الصبح هيبقى جميل. اقل حاجه تسيبيه في التتبيله ديت ساعتين، وبعدين تدخليه الفرن. بص انا بنغذي الفراخ ازاي عشان التتبيله زي ما قلت لكم كده تخش فيه من كل حته. اللهم صل على سيدنا محمد. نزلت بالتتبيله كده، وبعدين هبدا بقى اهم حاجه ان انا هحشي الفراخ من جوه. شايفين انا عارفه ان الجلد انا يعني مقطعاه بحيث ان والفراخ كمان بحيث ان ينزل، بس برضو انا بحاول ادخل التتبيله في كل حته. شايفين طبعا بترفعي الجلد ده، وبتتبلي الفرخه من جوه، وبتتبلي الدبوس بتاعها كمان، تخشي بايدك كده ترفعي الجلد وتتبلي كل حاجه فيها، وتسيبيها بقى في قلب الموضوع دوت كده على الاقل ساعتين، وشوفي بقى هيبقى طعمها ايه. حاجه بجد تحفه. وزي ما انتم شايفين كده، يعني التتبيله احنا ما كلفناهاش حاجه قوي، يعني دي كلها حاجات موجوده في المطبخ، تحفه بجد. سيبيها بقى قد ساعتين ودخليها الفرن. بتقعد في الفرن حوالي ساعه ساعه وربع، وتطلعيها احلى من احلى فراخ مشويه من احلى محل. حاجه كده بجد تحفه، بسم الله ما شاء الله. شايفين لما طلعت من الفرن شكلها ايه، والصوص اللي تحتيها كمان تحفه. تاكليه بقى مع الرز حاجه جميله كده. ايه رايكم؟ اظن شكلها تحفه، مشويه مشويه يعني. حطيتها على الرز الاصفر ده، هبقى اعمله معاكم، والشوربه والقوطه المخلله ديت، وحاجه كده جميله بجد. وده الاحمر ده اللي في الطبق ده الصوص اللي نازل من الفراخ، تحفه. تحطيه على الرز وتاكليه حاجه جميله بجد. جربوها هتعجبكم قوي، وهتدعوا لي. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. ويا رب تعجبكم. وما تنسوش كده لايك وشير. ايه رايكم؟ يا رب تعجبكم ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.